اجواء رائعه جدا داخل القاعه المغطاه التابعه للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. اجواء جميله بهذا الحضور الجماهيري، ايضا بعد عزف النشيد الوطني المغربي والانتظارات للمقابله الثالثه امام المنتخب الزامبي عالميا. المنتخب الوطني المغربي، هذه التشكيله ديال المنتخب الزامبي: شيتونغو رقم 1، كامبوي رقم 3، 8 شينياما رقم 9، هنالك فيري رقم 14، سيم ومي. اننا نستمتعوا بالمقابله ديال اليوم، ونتمنوا ايضا انه التوفيق يكون حليف العناصر الوطنيه. هذه تشكيله المنتخب الوطني المغربي: عبد الكريم انبياء حرس المرمى، باقي اللاعبين: سفيان بوريط، العميد المنتخب الوطني سفيان المسرار، 11 بلال بقالي، وايضا رقم 14 ادريس رئيس الفني. تشكيله اللي دخل بها المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي هشام دقيق. سمعت احتياطيه بنك الاحتياط: انس الدحاني، انس العيان، يوسف جواد، عثمان ادريسي، اسماعيل امازال، سفيان الشعراوي، عثمان بومزوم، محمد شريدو، وايضا خالد بوزيد. اكيد يعني شنو الملاحظه لانه كيبان لأساسيين بلال. اعطيت انطلاقه ديال المقابله لمحاوله تصويب اولى كتجي من جانب المنتخب الزامبي، كترجع من دريس رئيس فني كيحاول يمر من الجهه اليسرى الى القاع العالميه. لذلك اي منتخب كيفما كان دائما في المنطقه هذا هو الحل الوحيد. تصويبه او تسديد الشباك فهو حل من الحلول لما يكون عندك واحد في التكتيك ودخل عثمان بومزو. كذلك هذا حل من الحلول الاولى. هدف اول المنتخب الوطني المغربي عن طريق النجم عميد المنتخب اللاعب المسرار، يضع الكره في الشباك. تصويبه قويه، انكماش دفاعي، الحل ديالو تصويب عن بعد، والمسرار معروف تصويب عن بعد. اكيد، فكانت المحاوله الاولى بالنسبه للبقالي ما نجحتش، اما التسديده الثانيه فكانت سفيان كانت تسديده مركزه، وهذا حل من الحلول اللي نقدروا نشوفوا به الهدف، لان الدفاع كما شفنا من كان واحد 10 ديال الامتار وصعيب هنا كيشكل واحد. اما التمركز ديالو في الخلف وعيبقى ينتظر في المنتخب المغربي فهو صعب عليه. ممكن نشوفوا هدف. تصويبه بلال البقالي يضع الكره في المرمى معلنا عن ثاني الاهداف. طريقه ذكيه جيده. هذه القضيه ديال التصويب عن بعد، القضيه ديال التصويب عن بعد قام بها المسرار، والان كيقوم بها بلال البقالي. واش لقاو الحل في التصويب؟ فكنظن بانه لقاو الحل في التصويب، لان المنتخب المغربي كان كيتوقع نفس السيناريوهات اللي شفناهم في المقابله الاولى والمقابله الثانيه، جوج ديال الخصوم اللي كيرجعوا لك الدفاع المنطقه. فالحل من الحلول هو التسديد اللاعب ديالو بالرجل ديالو، فهو كينضاف اللاعبين الاخرين. هذه محاوله ممتازه، فرصه ديال هدف ثالث. نيار زامبي، نيار زامبي امام طموح كبير للعناصر الوطنيه. الاسلوب هذا هشام اسلوب رائع المنتخب الوطني المغربي. اليوم بدينا بدايه جد مشجعه. المنتخب اللي كيفرحنا ديما يعني. اكيد، فالمنتخب اللي كيفرجنا ديما. اكيد كنظن بان اللاعبين تحروا من ذاك الضغط ديال المقابله الاولى ممتازه. امازال هو اللي ماركا المقابله الاولى والمقابله الثانيه. فالان الاهداف اللي جات مبكره فهي ساعدت بالشكل الكبير المنتخب المغربي باش يمشي في الفلسفه ديالو. كنظن بانه بعد المقابلتين الاولى والثانيه الشعراوي هدف رابع. بعد المقابله الاولى والثانيه المنتخب الوطني المغربي ميبيان ديالو في تصاعد. اكيد، وفي هذه المنافسات فالمستوى خصو يكون تصاعد، لان المقابلات الاولى والثانيه فكتكون بواحد المستوى اللي كتحاول دير التدوير ديال جميع اللاعبين، لان كما سبقنا وتكلمنا فعندك 24 ساعه اللي كترتاح فيها. فالمنتخب المغربي لحد الساعه النتيجه غادي تساعد شيئا ما باش المخزون البدني، وكذلك تعطينا واحد الراحه ذهنيه باش نحاولوا. ابرز الانديه وفريق كيتوي بليل، هذو هما الانديه. الشعراوي سجل الهدف ديالو. هذه هي المغامره ديال الخطه ديال الحارس الطائر. فاي لاعب كيضيع كره بسيط فهو غادي يخلصوا ويكلفوا تكلفه كبيره. شوف هنا الحضور الجماهيري الكبير، شوف السعاده ديال هذه الجماهير التي تاتي في المدرجات، الجماهير التي تؤتت للقاع المغطاه التابعه للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. وهذه الانطلاقه ديال اللاعب الشعراوي هذا الهدف ديالو رقم 7 في كاس افريقيا هشام. فالشعراوي الان بعد هذه المقابلتين الثانيه والثالثه فهو غادي في واحد الخط تصاعدي. كنتمنى بانه يستمر في هذا المستوى باش نشوفوا فيه. فهو
هذه محاوله مسرار ينطلق بالكره ديالو، تمريره جهه اليمنى بلال، هدف جميل، هدف يدرس، هدف يدرس بطريقه بالاسلوب، استدير الاهداف مقابل لا شيء. الاسلوب المغربي، هدف مدرسه مغربيه كبيره، مغربيه 100%. تيكي تاكا، شفنا تمريرات قصيره، شفنا التموضع ديال اللاعبين وكذلك التمركز ديالهم. فهذا هو المنتخب اللي تعودنا دائما باننا نشوفوا الاهداف ديالو الجميله، فسته ديال الاهداف في 11 دقيقه، فهذا شيء ايجابي في المقابله. شكون اللي باقي؟ كره مره اخرى مغربيه، تصويبه كان بالامكان انها تكون في الشباك. ماذا يقول الحكم؟ تحرك ديال المرمى الشباك واللي رجعها. وقلنا هذه المساله ديال شوف هنا صويبه كترتطم بالقائم، كان ممكن تكون في الشباك ويكون الهدف رقم 7 للمنتخب الوطني المغربي. حتى بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. اسماعيل مازال تمريره رائعه، انطلاقه من يوسف جواد، تمريره تحضير فرصه، هدف رائع، هدف ديال انس عياد من اروع الاهداف. طريقه واسلوب فنان، انس ويستحق انه يكون ماشي غير فنان اليوم. هدف ثاني في الدوره بنفس الطريقه، وكذلك شفنا القوه ديال المنتخب المغربي كيفاش خرج من الضغط، المنطقه اللي صغيره. شوف معي الطريقه كيفاش قرا الكره، كيفاش التمريره ديال مازال رائعه جدا. هذا يوسف جواد قدم له الكره، لا 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 جميله هذه، كيرفع الكره تقنيه لوب على الحارس كملها بالعين ديالو فقط وكيشوف بان الكره دخلت المرمى. شوف هنا طريقه ممتازه هشام، مدرب العيان اللي كره مره اخرى، هدفين ديال اسماعيل ممتاز. اسماعيل مازال تمريره عرضيه، فرصه، هدف ثمين. المنتخب الزامبي ربما يتسنى الصفاره ديال، ربما المنتخب الزامبي ما يعودش في الجول التالي. صعبت عليه المؤامره، صعبت عليه هذه المباراه. اذا كنشوفوا 8 ديال الاهداف مقابل لا شيء، انهيار كامل للمنتخب الزامبي، انهيار كامل. 8 ديال الاهداف، 8 ديال الاهداف كبير ديال اسماعيل مراوغه جميله ديال، وعطى التمريره بالاناقه كيتم تسجيل الهدف. 8 ديال الاهداف مقابل لا شيء، يبدع المنتخب الوطني المغربي. هما كانوا سجلوا 20 و 23. هذه هي محاوله ممتازه، بلال كيسجل الهدف رقم 9. الهدف التاسع، فهي نتيجه عاديه. الساده المشاهدين تكون عندهم علم بان المنتخب المغربي فهو كيوازي المنتخبات العالميه وفي النهائيات وفي تظاهرات كبرى، فعدد عادي هذا اللي كيتسجل ديال الاهداف. نحكموا بان المنتخب الزامبي بانه منتخب ضعيف، ولكن هذه هي اللغه والفلسفه ديال كره القدم. صالات المنتخب اللي اكثر تهيئ، اكثر جوده واكثر سقلي ممتاز استخلاص الكره واعادتها. رجعنا مره اخرى كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيحاول ما امكن انه يلعب الكره ديالو شويه بالخلف. هذه عمليه ديال ادريسي، تمريره ديال مسرار ادريسي، هدف رقم 10. هدف جميل، هدف رائع، وهدف يدرس من البدايه ديالو كان ممتاز. نفس الهدف اللي كان سجل في الشوط الاول. نعم. خروج من الضغط من المنطقه ديالنا في منطقه ضيقه اللي صغيره، شفنا كيفاش خرجوا مترابطات وثلاثيه مثلث اللي كانوا خرجوا به بالكعب. كذلك الطريقه اللي الادريسي كيفاش خدا بها الكره وانتيسيبا امام المدافع الصلب ديالو، كيف هيئ الكره لسفيان وسفيان كيرجع ليه من الزاويه مغلقه. وضع الكره قنطره صغيره، وضع الكره في شي خصوصا انه كيمثل الكره الايطاليه صعيبه. نعم، هذه محاوله ممتازه، هذه فرصه، هدف جميل، هدف رائع، هدف جميل، هدف من انس الدحاني، يلعب في نادي صقر اكادير، لاعب من مواليد 1999. الطريقه ديالو كيفاش وضع الكره في المرمى اعلن من خلالها على هدف. لاحظوا التمريره كانت في العمق، تلعبات صوب انس وبطريقه فنيه بقنطره صغيره كيتمكن من وضع الكره في المرمى. هدف رائع ديال المهاره، كانت مساعده ديال المدافع رقم 4. وهذا من اللاعبين الشباب هما اللي اول مشاركه لهم في النهائيات ديال كاس افريقيا، ومثل هذا الهدف فهو غادي تعطي واحد التفرعي لاعب دولي سابق و17 سنه زكريا كويري اللي والهدف انس العيان يصوب المنتخب الزامبي تائه لدرجه اللي يسجل على الشباك ديالو. اكيد عدم التركيز وكذلك بان العياء كبير على المنتخب الزامبي.
فكنظن بانه المنتخب الزامبي ما جاش مستعد لهذه التظاهره بواحد الشكل جيد، لانه اللياقه البدنيه فهي كتلعب دور كبير في التظاهرات. عندك 24 ساعه باش تجهز.